اشتغل اي حاجه. اللي فيكم يعرفني يعرف ان انا اشتغلت كل حاجه، لدرجه ان ده بيا الزمن في يوم من الايام ونزلت كنت ببيع اكياس شامبو واكياس لان ما حدش هيشغلني. يعني انا كانت مشكلتي ان انا مش عارف اشتري المنتج. بعد 5 سنين اشتريت الشركه كلها. اسمك ايه؟ تعالى يا كابتن ابراهيم. تعرفوا ابراهيم اسم العلمه دي. حلال عليك يا ابراهيم. اللي جاي هو رامي عادل. عايزين نعرف ازاي عملت براند وتنصحنا ازاي نعمل براند ونكسب فلوس كتير زيك. فلوس كتير قوي، مش فلوس كتير بس. طيب مبدئيا انا واحد من الناس يعني ما فرقش كتير عن اي حد قاعد بيسمعني دلوقتي، بل بالعكس انا كانت ظروفي اسوأ. يعني ايه؟ يعني اللي بيكلمك دلوقتي ده اصلا معاه ثانويه عامه، دخل كليتين بس ما كملش. فازاي شخص مش قادر يجيب علبه المكمل بعد 5 سنين اشتريت الشركه كلها؟ اسمك ايه؟ تعالى يا كابتن ابراهيم. تعرفوا ابراهيم اسم العلمه دي. حلال عليك يا ابراهيم. يلا اي خدمه. فكان تحدي كبير جدا ان انت من شخص عايز يكمل يوم وعايز يكمل الشهر بتاعه انك تقدر تعمل الشركه الخاصه بيك، انك تبدا تبني كيانك. الموضوع ده ما كانش سهل، بس لازم ليه مقومات. اول حاجه انت لازم تشتغل اي حاجه. اللي فيكم يعرفني يعرف ان انا اشتغلت كل حاجه، لدرجه ان ده بيا الزمن في يوم من الايام ونزلت كنت ببيع اكياس شامبو لان ما حدش هيشغلني، لان انا علشان معايا ثانويه عامه فبتعامل على اني مواطن درجه ثانيه. يعني مش هشتغل في شركه انترناشونال مثلا، مش هاخد بالدولار. وخلي بالك الناس اللي قاعده دي كلها والناس اللي واقفه، انت تقدر. انا ظروفي ما كانتش احسن من يعني انا ظروفي كانت زي ظروفك وممكن كمان اسوأ. فانت حتى لو ظروفك سيئه تقدر انك تبني البيزنس بتاعك، بس يبقى عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى. مش ثقه بالله نجاح، لا، ثقه حقيقيه بالله. توطد علاقتك ما بينك وما بين ربنا. يمكن في يوم من الايام لما تيجي تطلب منه حاجه يبقى حتى عندك يعني الجرأه انك تطلب منه. توصل الصله ما بينك وما بين ربنا، وتثق في ذاتك وتثق في امكانياتك. نشكره على وجوده معانا النهارده وردوا على الاسئله اللي اتسالها، وبنرحب بيه في كل سنه موجود فيها معانا، وبنشكره ان هو كان موجود معانا النهارده. شكرا يا كابتن رامي. العفو يا دكتور محمد. وبعدين ثانيه واحده بس، هو انتوا قاعدين لي بودكاست ومعلقين لي مايك، مفيش 100 جنيه وجبه؟ حب الايفنت؟ لا حب ايفنت ايه يا عم، انا ماليش. هتقولي بقى حب الايفنت وشغل حب مصر وكده، انا عايز اقفش. ادوني سندوتش. طيب هتقولي 100 جنيه؟ لا يا عم احنا نفضها السيره يا عم. الموضوع ده خد يا عم المايك بتاعكم. لا ده هما اهو مايك اهو يا باشا. خد يا باشا المايك بتاعكم. هقضيكم البودكاست ده. يلا بسرعه.